هي دي ايه؟ رمانة بتاعت القهوة. دي رمانة بكام دي؟ 2300 جنيه. اللي بياخدها بقى اللي عندهم ايه؟ وفي منها النحاس وفي منها الستانلس. في منها المربع والمدور، ودي اسعارها. بالنسبة للسمرتيات والكنك والحاجات دي، السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده فين؟ النهارده احنا موجودين في باب الشعريه، هنا معرض العجيل، شارع النحاسين. اول ما هتدخلي على ايديك الشمال هتلاقي الشارع ده. عشاق القهوه طبعا والحاجات دي، عنده تشكيله رائعه، يعني شايفه من البرادات والحاجات اللي هي ايه خاصه بالقهوه. قهوه طبعا لها جمهور كبير جدا. زي حضرتك يا فندم، زي ما انتم شايفين الاشكال المختلفه اهي. السبرتايه اللي هي بتاعه القهوه، بصي افرجك على تشكيل اهو. شايفه الاشكال دي؟ شايفه معانا كمان دي مطحنه القهوه، مطحنه البن. معانا كمان الحاجات اللي هي في الكافيهات بياخدوها يرسموا بيها على وش الكابتشينو والحاجات دي. حضرتك بقى هتكلمنا، ومعانا كمان بطل الموضوع اللي هو الوابور الجاز بتاع زمان النحاس ده. حضرتك بقى هتكلمنا عن الاسعار والحاجات الموجوده عند حضرتك. اسعار حضرتك بتتراوح مثلا من 100 120 130 140، وهو يتمثل 200 جنيه. متوسط الاسعار من 100 ل 120 ل 200. حاجه زي دي عامله كام؟ عامله 500 نار. عامله 500. دي نحاس صافي، شايفين اهي. شايفين الصغنونه دي عامله كام؟ طيب دي الصغيره دي عامله 100 جنيه. عامله 100 جنيه الصغيره دي. والحاجات دي بقى اسعارها كام؟ متوسط اسعار الحاجات دي من 120 لغايه 160. 120 ل 160 اللي هي الكبيره دي. طيب وبطل الموضوع معانا ده بقى عامل كام؟ وابور الجاز النهارده ب 600 جنيه. وابور الجاز النحاس ده عامل 600 جنيه. شايفين دي المطحنه، المطحنه بتاعت البن. طب والمطحنه عامله كام؟ كانت عامله 200 جنيه بس مش متوفره. عامله 200 جنيه، عامله 200 جنيه. دي اشكال مختلفه. طبعا القهوه لها جمهور كبير جدا، وفي ناس بتشربها بقى بمزاج وبتدور بقى على اماكن الحاجات دي. فالاماكن اهو زي ما قلت لك عليها في شارع النحاسين. هنا شركه او محل العجيل. شايفه المركب دي؟ الشكل ده. شايفه ده براد القهوه العربي اهو. شايفه ده؟ شكل تاني خالص. يا رب اكون اديتكم في الفيديو، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامه.